السلام عليكم، صباح الخير، مساء الخير، أينما كنتم على حسب التوقيت. مستمعي راديو دارندوكا ام اس 1919 مع صوت شعبي دارندوكا. اليوم ضيفتنا من داخل معسكر أدري، مدافع حقوق الإنسان وباحثة اجتماعية، رشيدة آدم إبراهيم الملقبة بنان أبريل. مرحبا بك رشيدة. السلام عليكم. بسلم للناس عبر أسير راديو دارندوكا SMS 1919. وأتمنى إنه كل الناس يكونوا بخير، وكذلك إنه أنا بترحم على أرواح شهدائنا الأبرار وأجل الشفاء للجرحى والحياة والأمل للمفقودين إن كانوا على قيد الحياة. أنا شاكر للاستضافة، ونحن بنمر بمرحلة حرجة جدا ومرحلة تاريخية، وبتمنى انه اكون خفيف الزل عليكم وعلى المتابعين بتاعينكم، واقدر اسلط الضوء على الانتهاكات اللي وقعت خاصة تجاه النساء، واللي ارتقت الى جرائم ابادة او التطهير الارخي للمكونات الزنجية بالتركيز على مكون او قبيلة المسالي. نعم صحيح، يعتبر تطهير إرخي بما إنه أنت كنت متواجدة في فترة الحرب دي كلها في الجنين. أنا أعتبرك شاهدة يعني برضو. طبعا شفتي انتهاكات، قتل، عنف، إبادات جماعية. الانتهاكات او الجرائم اللي ارتكب، خلينا نسمي في اللحظة دي بالذات، نسمي الأشياء بمسمياتهم من قبل الدعم السري والميليشيات المنحازة للقبائل العربية اتجاه النساء. هي جرائم فظيعة جدا يعني، وأنا ما أقدر أتكلم بصفة شخصي، لكن برضو أنا عندي تجربة حصلت معي شخصيا. يعني تم ضربي من قبل الدعم السري وأنا كنت في المسجد العتيق، وحتى أنا كنت شاهد أيان للمجزر اللي ارتكب داخل الجامع العتيق. فعموما الجرائم تجاه النساء في الجنينة أو الأنف الخايم على النوع أو المبني على النوع الاجتماعي الGBV، وحصلت بكميات لا يمكن الزول يقدر يصفها، لأنها كثيرة وبشعة في حق النساء. لأنه في نساء تم قتلهم، وفي نساء تم اغتصابهم. وهنا أنا دار أتيلي، أنا دار أوسر أبري الراديو بتاعكم صوتنا أو صوت ناس الضحايا الناجين من العنف الجنسي الاغتصاب. ميليشيا الدعم السري استخدم الاغتصاب كسلاح في الحرب في ولاية خرب دارفور تجاه المكونات الزنجية وخاصة المساجد. وده حقيقة يجب إنه أنا الآن إنه الناس تقول الحقيقة في زمنها المناسبة. ما لي متام إنه الجرائم اللي ارتكب في الجنينة لمدة شهرين متتاليين أو أكثر خاب عنه الإعلام، القنوات الفضائية العالمية، لأنه ما نقلت الحاجة اللي حصلت في الجنينة، وما يتكلموا عن الكميات بتاعت الانتهاكات بتفصيلها، يعني زي ما حصلت في الخرطوم. يعني الناس يركزوا مع المشاكل بتاعت الخرطوم وبعكسوها للرأي العام أكثر من المشاكل اللي قاعد يحصل في الجنينة. دي حاجة واحد. لذلك إنه في كمية بتاعت الاغتصابات للنساء، وفي كمية بتاعت قتل. هذا رشيدة بقعتك في نقطة مهمة. احنا كلنا عارفين يعني الرأي العام والإعلام غايب عن الانتهاكات اللي حصلت في الجنينة دي كلها تماما. آه انتي شخصيا نصيحتك شنو لضحايا او لأسر الضحايا الاغتصاب؟ عندنا في المجتمع الحاجة دي وش مدارة وشي عيب كده، ففي أسر عندهم ضحايا لكن بيتستروا على الحاجة دي. أول حاجة أنا بحب أرسل رسالة للمجتمع عامة، لأنه المجتمع بتاعنا بيفتكر إنه الحاجة دي وصمة عار لما يحصل لزول اغتصاب. هم الناس دائما أهلنا بحاولوا يدسوا الكلام ده من الرأي العام، من الجهات العدلية والحقوقية، عشان الدهية أو الناجية يتلقى أقلاه الخدمات الصحية. يعني كل الناس لما يحصل الكلام ده ما قاعدين بقولوا ده رسالة بصفة عام، أما رسالة بصفة خاص أنا بوجهها لكل الناجيات ذات الأنف الجنسي. منفترض جا الزمن اللي انتوا تتكلموا فيه، وجا الزمن انه توروا العالم والمجتمع الدولي وكل المنظمات اللي قاعد تناهض العنف ضد المرأة، يا أخي إنه حصل معانا واحد اثنين ثلاثة
عشان عبروا نحن نقطع الطريق للمجرمين، لأنه كل جريمة أنت ما تستر عليه والناس ما يتآخبوا فيه هم بيفتكروا إنه خلاص يعني الحاجة دي بيفتكروها عادية. عشان كده أنا رسالتي ليهم مجرد ما يحصل الكلام ده أنت لازم كدهية لازم تقول الحاجة اللي حصل ليك، لأنه في جانب الصحي أنت ما تنسى، وبعدين كمان في الجانب القانوني اللي ممكن تضيع حقك وممكن تضيع حقة الأخريات. الجانب النفسي هي مهمة شديد برضو. في أسر ما شاء الله فيها ناس واعية بتحاول توعي الضحايا وبتحاول تتجاوز الحاجة دي، وفي ضحايا ما بيلقوا الدعم النفسي فبيجيهم اضطرابات نفسية، فالحاجة دي بتعمل لهم عقدة وكده. يعني بيحتاجوا الدعم النفسي أكتر من أي حاجة خاصة في الأوقات دي. مم. تمام. شكرا للكلام المهم. عشان الكلام ده بالذات يعني إنه في جانب بتاعت نفس الجانب النفسي الاجتماعي طبعا منحار كليا، لكن خلاص برضو يعني أنا من هنا بقول إنه ما في جهات ولا منظمات دولية مهتمة بقضايا النساء والأنثى قاعد تقدم الشغل النفسي للضحايا. لذلك أنا قمت من تلقاء نفسي باعتبار إنه المجال بتاع الدعم النفسي الاجتماعي تخصص وكده، برضو حتى أنا ما بروفيشنال في الموضوع لكن أحسن من لا شيء بديت محاضرات بتاعت الدعم النفسي اجتماعي للناجيات اللي هو يستمر لمدة الليلة. أنا بديت الصباح هيستمر ل3 أيام، ده هنا داخل المخيم بتاعت أدري، لأنه الناس وكمياتهم كثيرة وأنا إمكانياتي بسيطة، لأنه في ناس رفعوهم للمعسكرات الدائمة وإحنا ما زلنا في المعسكرات المؤقتة. إذا وفرت لي الظروف سمحت لي إنه ممكن أنا حامشي وأقابل الناس وأقدم لهم الدعم النفسي، لأنه الدعم النفسي مهم. نعم صح، الدعم النفسي مهم جدا للضحايا خاصة في الفترة دي. ما شاء الله انتي شيء قايمة بيها دي حاجة جميلة جدا. آه طيب نصيحتك شنو للناشطات و في بنات واعيات في المجتمع ما شاء الله يقدروا يقوموا بالدور ده؟ الزول لو داري يقدم الدعم النفسي لغيره ما ضروري إلا يكون بروفيشنال في الموضوع، فانتي رسالتك شنو للبنات وناشطات حاليا متواجدين معك هناك؟ أنا رسالتي لكثير من الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان إنه يا أخي أن إحنا في مرحلة ما قادرين فيها نقدر نقدم ولا خدمة للحاجة اللي حصلت لنا دي، لكن برضو عندنا الضوء الأخضر ممكن نساعد بيه بعضنا البعض من خلال توعية ولو في اليوم ثانية. خلينا نقول لبعضنا البعض عشان نقدر نطلع من الكارثة الكبيرة اللي حصلت في الجنينة. كل الناس مفترض تقوم تقدم الدعم النفسي الاجتماعي في المرحلة ده بالذات، نحن بحاجة له بكميات كبيرة ما ممكن كل زول يقدر يتخيل. عفوا أستاذة رشيدة، بما إنه العنف ما قايمة ضد المرأة فقط، العنف والانتهاكات والإبادات الجماعية قايمة ضد كل فئات المجتمع، ليه انتي بس ركزتي من ناحية المرأة؟ آه أنا لما اخترت إنه أتكلم بتتجانب حقة المرأة لأنه أنا بعرف إنه النساء ضحايا القهر التاريخي عبر تاريخ السودان الطويل الممتد. أنا اخترت الكلام ده مع العلم التام إنه في ضحايا كتار من كل الأصناف، في أطفال، في شباب، في مجتمع كامل. أنا ركزت الكلام ده لأنه إحنا النساء بنفتكر إنه نحن بس نمثل دور الضحية، وأنا بتمنى إنه تاني نحن ما نمثل الدور بتاع الضحية. منفترض الانتهاكات اللي حصلت لنا نحن كنساء لازم نوصل صوتنا الآن، ولازم نتكلم بحاجاتنا الموجودة في الأعراف الدولية وحتى في الأديان السماوية. في آيات جات هنا خصصت للنساء في كل الأديان السماوية نزلت. لذلك أنا حبيت أتكلم من الجانب الناس المخفيين المظلومين عبر التاريخ، لأنه النساء في المجتمع بتاعنا بالتحديد المجتمع أو أنا بنتمي له يعني هم ضحايا في كل شيء. إنه إحنا في مرحلة تاريخية، في مرحلة إنه نحن دايرين نقرر أيا كان الوسيلة نتخذها في تغيير المسير بتاعنا أو إنه نكون باقي السودان، ده حسب
الظروف بتاعنا اللي توفر لنا، منفترض إنه كلنا نكون واعيين بحقنا، ومنفترض إنه المرأة يكون قوية، لأنه المرأة لو يبقى قوية في المجتمع، المجتمعات كلها تقاس بتقدمها بتقدم النساء. لذلك أنا وقفت في الجانب ده، وكمان بعترف بالجوانب الثانية عندهم فيه ضحايا وكده. في منظمات عالمية مسؤولة عن الانتهاكات ومسؤوليتها تقوم بإنه تحمي المرأة وتوفر لها احتياجاتها الخاصة، صح؟ من المنظمات العالمية اللي ممكن تقدم المساعدات للنساء بس الانتهاكات أيا كان الواقعين شنو. لكن أنا من هنا أبري الراديو بتاعكم، أنا بناشد اليو ان وومن وخير من المنظمات المانديت حقه بيتكلم عن حاجات النساء، نقول لهم دوركم خايب تماما لضحايا اللي حصلت لهم جنينة، لأنه ما في لليلة ما في منظمة اليو ان وومن اللي هو مخصص للنساء ما اتدخلت ولا بشيء. أوكي طيب، لحد هسي أي واحدة من منظمات المسؤولة عن الجانب دي دخلت؟ ما في أي منظمة اتدخل ولا عمل لقاءات مع الضحايا، وده يعني أنا أفتكر نقصان وده موت بالبطيء من قبل المنظمات العاملة ذات الاختصاص في المجال ده. ويعني هم سكتوا، أنا ما أعرف سكوتهم لشنو، لكن أنا الآن إنه نفترض إنه كلنا زي ما بقول النساء في العالم ده موجودين. ممكن تتكلم لنا شوية عن جانب قوانين الدولية اللي بتهتم بالقضايا دي وانتهاكاتها الخاصة بالمرأة؟ طيب، الأعراف الدولية والمعاهد الدولية الخاص بالنساء هي كثيرة طبعا، وفي زي ما قلت هي كثيرة وفيها بروتوكولات ملحقة للمعاهد الدولية، منه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز أو التمييز ضد المرأة، وكمان في الميثاق الإفريقي للمرأة برضو في يتناول الانتهاكات الممكن يحصل للمرأة. في أعمال منهج بكين برضو من القرارات الدولية اللي تتكلم عن حقوق المرأة أثناء النزاعات وبعد النزاعات وخيره. وكمان في القرار اللي تم اتخاذه بالإجماع ويعتبر أول وثيقة اتخذ من قبل مجلس الأمن الدولي اللي هو القرار 1325. القرار 1325 هي قرار للنساء في أثناء النزاعات، هي خاصة لكل النساء. والقرار دي ما جات كده بس عن فراغ، القرار ده لما يتخذ أنذاك بعد الشكلة اللي حصلت بين قبيلتين متقاتلتين، الحوت والتوتس اللي هو في دولة رواندا. حصلت المجزرة وكان النساء أنذاك ضحايا للصراع بين القبيلتين. لذلك الأمم المتحدة اتخذ القرار ده في 2000 إنه منفترض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الأعضاء فيه منفترض إنه يتلوا القوانين الخاص بالدول بتاعهم. طبعا معروف يعني إنه أي زول في المعاهد الدولية لما أنت توقي أو تصادق فلا بد من قانون محلي خاص بالدولة تنفيذ القرار. فكان السودان جزء من المنظومة الدولية وكده، لكن الحصل إنه كان السودان عشان يتلي زي ما قلت القوانين الخاص به وعشان ينفذ القرار 1325 كان في أحدث ثورة في 2020 كانت اتعملت له خطة وطنية لتنفيذ القرار 1325 حسب الحاجات المعمولة والمعروفة به في القرارات الدولية وكده وفي المواسم. وبرضو كان ما يعاب في الخطة الوطنية للقرار 1325 في السودان، لأنه كان الناس شاركوا في سياقة الخطة الوطنية للقرار 1325 هن نساء، لكن كمان ما نساء هم ما نساء كمان جايين من الأقاليم المحمشة يعني. وده لأن إحنا الحاجات الكتير قاعدين بنعاني منه من قبل النظام بتاع الدولة، كان دائما يحمش المناطق أو الناس الأصحاب القضية وبيجيب الناس نيابة
عن الناس الآخرين ممكن يدوا خرار. فالخطة الوطنية للخرار 1325 أنا اللي اتلت عليه ما خطة مناسبة لنا نحن، أو ما اتخذوا رأينا نحن كنساء موجودين في مناطق النزاعات اللي هو دارفور بصفة خاصة. وحتى الناس الممثلين فيه ما كانوا ملمين بواقع المرأة، كان أنا ذاك في معسكرات اللاجئين، كان في الجنينة أو مراكز بتاعت الإيواء بتاعت النازحين. وده كان الخطأ الكبير فيه. القرار بوجالة بيتكلم في 4 محاور أساسية. يا أخي القرار قاعد يقول إنه في محاور بيتكلم عن المشاركة، والمشاركة بيتم للنساء بعد إنهاء الصراع أيا كان نوعه وزمنه. بنفترض إنه النساء يشاركوا وين؟ في هيكلة الدولة اللي هم بيحلموا بيه، وفي صياغة القوانين الممكن هم لاحقا بعدين يطبقوها عشان يعيشوا بسلام. ومش كده، ممكن النساء كان يشاركوا في التفاوض اللي بيتم بعد كل صراع بين المقاتلين. كمان خالد اتكلم في جانب تاني، اتكلم في الجانب بتاعت الإنعاش، الإخاثة والإنعاش المبكر للنساء، برضو خاص بالنساء في مناطق النزاعات أو ما بعد مناطق النزاعات. كمان الخالد اتكلم في الحماية. وهنا يعني الناس من المفترض يجيفوا عنده كثير إنه حماية النساء أثناء النزاعات ده واجب على كل المقاتلين، واجب أساسي على كل المقاتلين إنه ما ينتهك النساء. لكن طبعا السودان دائما هو بكون مصادق يا موخي، وفي فرق بين إنك تصادق وبين إنك توخي في المواثيق الدولية وما قاعد يلتزم. وكمان أنا هنا ما بقدر ممكن أنا أتملك الناس المقاتلين زي ميليشيا الدعم السري والقبائل العربية. الناس دي ما عندهم نخوة، فتبيت الحال هم انتهكوا النساء في سلطنة دار المساليد، وتم اغتصاب النساء، وتم استخدام الاغتصاب كسلاح في هذه المعركة. وده حاجات يعني مجرمة من قبل الديانة السماوية أن نزلت مختلف الأزمنة، ومجرم من قبل القوانين والمعاهد الدولية والمواثيق والبروتوكولات. طبعا نحن كلنا بنعرف الحكومة السودانية ما بس مقصرة من ناحية انتهاك حق المرأة، فالجنينة هي عبارة عن منطقة منسية من قبل الحكومة قبل كل شيء، وهي مهملة من كل النواحي ومن أبسط الحقوق. والكلام ده ما بنمسه أول ليلة، علشان كده ما نطلع من إطار الحديث في موضوع إهمال أو تقصير الحكومة السودانية تجاه دار الدوكا. طيب الجانب الإهمال لخرب دارفور أو دار مساليد هي مقصودة تماما يعني من قبل الأنظمة اللي حكمت الخرطوم أو حكمت السودان. يعني دائما وأبدا الجنينة تلقاها مهملة. حتى كان في الأشياء الحديثة اللي حصلت في الثورة برضو كان في إهمال كامل للجنينة. حتى في الاتفاقيات أو الاتفاقية الأخيرة بتاع السلام جوبا برضو كان في إهمال واضح من قبل الناس المناضلين اتجاه الجنينة. ودي حاجات ما بالصدفة، في اعتقادي إنه دي ما حاجات بالصدفة، دي حاجات مقصودة. يعني أيا كان النوع بتاعت الإهمال هي شنو، أو الوراح شنو، أو الدافع شنو، ده موجود يعني بكميات كبيرة. عشان لما حصل الصراع في الجنينة، الكونفليكت في الجنينة، في إهمال له، لأنه نحن ذاته قاعدين نشوف كمواطنين كأننا نحن خارج الدولة السودانية. وصحيح في كثير من المناطق ذات التحميش، لكن كمان في الجنينة التحميش من الدرجة السباعي التركيب أو من الدرجة التامة من التركيب. يعني في التحميش في الجنينة أو الإهمال في الجنينة مكتملة الأركان. نعم صح، للأسف الإهمال والتقصير للجنينة كانت واضحة جدا من كل النواحي، فما محتاج دي توضيح أو تفسير للأشياء حصل ده. خير ربنا يستر ويبدل الأحوال. كده وصلنا لنهاية حلقة اليوم. لو عندك كلمة أخيرة تفضلي. وفي الختام إنه أنا بشكر الأستاذ سلمى لإتاحة الفرصة لي أنا أساس إنه أنا أشارك في اللقاء دي،
وكمان أنا يا بتمنى من راديو دارندوكا MS 1919 إنه يكون صوت من لا صوت له. لأنه كل القضايا الآن اترفعت في السودان من قبل الوكالات مثل الأنباء، إلا أن السودان زي ما قلت إنه قبيل إنه في اهتمام لبعض الناس وفي إخفاء لبعض الناس. بتمنى إنه دارندوكا يكون صوت من لا صوت لهم، ويقدروا يرفعوا انتهاكات بشكل يومي ومستمر للناجين من المصبحة بتاعت الجنينة. وشكرا جزيلا، ونتمنى لكم التوفيق والصداد ولقدام. إن شاء الله صوتك يصل، ونحن بنحاول نعمل كل اللي علينا يا رشيدة. شكرا لك شديد، وشكرا لكل الشباب اللي بيحاولوا يساعدوا المجتمع بأبسط الإمكانيات. وتحية لأهلنا ضحايا النازلين من الحرب والإبادات الجماعية والانتهاكات. وكونوا أقوياء أينما كنتم، ونعود لدارندوكا أحرار بإذن الله. وشكرا لمستمعي راديو دارندوكا.